هزيمه طبعا كبيره جدا للنادي الاهلي، ومفيش شك ان الاهلي كان بيلعب واحد من افضل الفرق اللي موجوده في القاره الافريقيه في الوقت الحالي، وصن داونز تقريبا هو المرشح الاول بالفوز بالبطوله. لكن السيناريو ما كانش متوقع بالشكل ده، يعني انك تخسر مش بالشكل ده، مش بالاداء ده، مش بالنتيجه دي، ومش بالظهور ده، سواء للجهاز الفني او حتى اللعيبه. انا شايف من وجهه نظري ان مارسيل كولر يتحمل جزء كبير جدا جدا من الهزيمه والشكل والاداء اللي ظهر بيه النادي الاهلي، وممكن يتحمل الخساره بالكامل لكون ان هو المدير الفني وهو اللي بيقود السفينه في الوقت الحالي. وزي ما اتكلمنا على الراجل ده بشكل ايجابي كتير جدا طوال الفترات اللي فاتت واخرها قبل الماتش مباشره، وقلنا ان الراجل شخصيه كويسه، وان الراجل مدرب كبير، والراجل بيذاكر الفرق، والراجل بيحضر اللعيبه بتاعته بشكل كويس، وبيعرف ان هو يطبق سياسه التدوير. ودي من اهميات الامور اللي لازم تكون متواجده في الفرق الكبيره اللي بتلعب في اكتر من بطوله، والراجل بيعملها بشكل احترافي جدا. لكن لما يكون في سلبيات لازم تتكلم عليها. هو ما كانش محضر للماتش بشكل كويس، ولعب بطريقه لعب غير مناسبه للقماشه اللي موجوده معاه، وما عملش حساب صن داونز، بل بالعكس هو اللي حط نفسه في الموقف ده لما جه لعب صن داونز هنا في القاهره من غير مهاجم، وخلى صن داونز تتجرأ عليه في الملعب وتطلع من القاهره هنا وهي متعادله معاه. لكن ده الكلام اللي يتقال في التلفزيون، يتقال في الاعلام، يتقال في الصحافه عشان الجمهور يهدى على الفرقه واللعيبه والكلام ده كله. انما احساس الكوره واحساس الملعب واحساس لعيب الكوره لما تيجي تتكلم من الاتجاه ده، لا يا جماعه، لعيبه النادي الاهلي لازم تقف مع نفسها شويه. في لعيبه يعني بتعمل اخطاء كارثيه في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي، وهم حاسين ان هم احسن لعيبه في العالم. انت لعيب كويس وكل حاجه، بس لازم تتعلم من اخطائك. الاخطاء كلها متكرره، كل الاخطاء الخمس اهداف اللي دخلوا النادي الاهلي بدايه من كاس العالم للانديه لحد مباراه سان داونز بتاعه العوده النهارده اللي هي اتلعبت النهارده في جنوب افريقيا، كل الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي لو جيت قارنتها ببعض كلها كوبي من بعض، نفس المواقف ونفس التمركزات الغلط ونفس الاخطاء الفرديه ونفس عدم وجود الحلول. يعني هي المشاكل واحده. ليه؟ لان في النهايه هو الراجل برضو مش هينزل يلعب. مارسيل كولر في النهايه دوره بينتهي هنا على الخط. انت اول ما بتنزل هو الراجل مش هيقول لك تقف ازاي ولا تجري ازاي ولا تاخد قرار ازاي في الملعب ولا تشوط امتى ولا تضغط امتى. ده اقل واحد في الفرقه، لعب له بتاع حوالي 40 50 مباراه مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. يعني من المفترض ان انت عندك من الخبرات وعندك من الدرايه والشخصيه القويه اللي انت مش هقول لك تكسب، ما انت برضو بتلعب فرقه تقيله وموقف صعب ومضغوط وكل حاجه وبتلعب في جو صعب، الكلام ده تمام. انما في النهايه برضو لا، يعني مش بالشكل ده برضو. ده انت جه فيك جول وقدرت ترجع، وبعد كده جه فيك جولين ورا بعض وقدرت ان انت تجيب جول تاني، وكانت النتيجه 3-2. اقف بقى صح بقى، لم نفسي، اخسر 3-2 بدل ما اخسر 5. دي صعبه جدا، هتهد المعبد بالكامل على اللعيبه وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني، خصوصا ان انت المرحله اللي جايه مرحله هتبقى صعبه جدا. يعني الشكل والاداء ده ما يطمنش ان النادي الاهلي هيكسب الهلال وهيكسب بقى القطن الكاميروني. لكن في بعض اللعيبه لازم تراجع حساباتها. انا مش هتكلم بقى اقول فنيات وده اتحرك ازاي وده، مفيش الكلام ده. يعني مفيش، هتقول ايه؟ ما هو الموضوع باين، الجواب باين من عنوانه. فبالتالي لازم اللعيبه تراجع نفسها، لازم اللعيبه تراجع اخطائها، لازم اللعيبه تتفرج على نفسها عشان يعرف هو بيغلط ازاي ويبدا ان هو يشتغل على نفسه بشكل كويس ويطور من نفسه. لان انت لو فضلت موجود وفضلت مستمر بهذا الشكل هتبص تلاقي السجاده بتتسحب من تحت رجلك واحده واحده من غير ما تحس، وهتلاقي نفسك بره النادي الاهلي وبره منتخب مصر، والناس بتنتقدك وسعرك بيقل، وحتى اللي بيدور على عروض ومش مركز مع الفرقه مش هيجي لك عروض. محدش هيروح يدفع ملايين في لعيب بيخسر 4 ويخسر 5، مفيش حد هيروح يدفع الكلام ده. فلازم اللعيبه تقف مع نفسها قبل ما يكون في وقفه من جانب مجلس الاداره، سواء بقى عقوبات ماديه او ايا كان، وقبل ما يكون حتى في انتقادات حاده من جانب الجمهور.